وجاء عمرو بن عبسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. أول ما دخل المدينة وجد الصحابة يفعلوا شيء، يأخذون الأباريق ويتوضؤون. فيقول عمرو بن عبسة هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يقرب وضوءه الماء فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل مش فقط اليدين هنا، لا، إلى المرفق، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه مع شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يغسل قدميه إلا خرت خطايا قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه فيحمد الله ويمجده بما هو له أهل، يعني يتوضأ الوضوء الشرعي ويصلي ركعتين، ميزتهم أنه يحمد الله ويمجده بما هو له أهل، ولا يذكر شيء من الدنيا، يعني يتفرغ في الركعتين لله سبحانه وتعالى. ما هي النتيجة؟ إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الوحيد الحديث الذي يسميه العلماء أعظم حديث في الرجاء، لا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه. إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يعني متفرغ لله عز وجل في الركعتين، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه بما هو له أهل، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صغائر وكبائر. هكذا قال العلماء، كل الصغائر والكبائر تغفر بسبب هاتين الركعتين اللتان يسبقهما الوضوء. الشرط الوحيد أنه فرغ نفسه لله في هاتين الركعتين وكان قد حمد الله وأثنى عليه. نستطيع أن نعرض أنفسنا لرحمات الله، أن تغفر كل خطايانا في خلال 5 دقائق بالوضوء وبصلاة الركعتين. لو ارتكب أحدنا ما ارتكب من كبائر الذنوب، ولو كان في أقاصي الدنيا فطبق هذا المشهد العظيم، مشهد الروحانية من خلال الصلاة النافلة لله عز وجل، فستغفر ذنوبنا في 5 دقائق.